أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية: يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة: رحمة لأمواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وقفت على دار الأحبة باكيا، وقفت على دار الأحبة باكيا، فقد بات من في القلب يا قلبنا لمست تراب الدار ثم شممته، فما زال من ريح الأحبة زاكيا أنادي، وما في الدار إلا عناكب، أنادي فما يا بالدار إلا عناكب وأطياف أشباح تحوم ورائي، فقلت لها يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دونه وداعيا إلى أين ساروا، والليالي مطيرة إلى أين ساروا، والليالي مطيرة إلى أين فروا حاملين فؤادي، فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا، فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا هو الموت
إله ضم غوايا يا زمان شبعت منك مرار ومحن يا زمان شبعت منك مرار ومحنك باتك بضامري ومن النواظر محاين قلبك علي ما عطف ابدا علي محاين انا منون ونتي من الأصميموع يا اخ انا منون ونتي من الأصم يموع الفقد الأحبة أو أنا ودق يموع بالأمس شانوا ومعي متجمعين يموع واليوم أحن لهم مثل الفواخت محنا الليالي كم شخص طيب بويا الليالي كم شخص طيب محنا وخذن وين الذي كله محنا خونا حق لنبكي محنا لبو قلب الوفي ننصب عزيه انا سلني حسام وعلي فرقاك خويا سلني نعم الله على الدمع بجفاك سلني انا بعد غيبتك خويا انا من ليل سلني ترى بالعباس ما مرنوم بيه بعد نصف جبدي مكذب الموت بعدني اصفج بدي مكذب الموت شلون تروح وانت البارحة وياي خويا يا الواقف قبالي وجن حاجيك بعدني ما مصدق وابكي بهداياي شاشني القبر يستنقي العزاز وياخذ نور عيني ويقطع الماي تعال سوالفك كلهن معرضايات خويا اسولف الورد وابكي بهداياي انا مو وقت الغياب استعجلت ليش خويا مو وقت الغياب استعجلت ليش يا ضحكة واسن وسور وفياي صارت صدق بالصورة ضليت والمرحوم اسمك والحزن ناي وصوت اهلك امامك اخوتك كل الاحباب يا دفان القبر بهداي تراب الصار فوقه رض عضاياي انا ولي راح فارقني اخو طيب فارقني اخو طيب ولي راح وعليه وسط القلب تطحن
واللي رايح ما يفتره دلالي، واللي يروح ولوجش ما أصيد دار خليه. أنا لا وسام خويا عود أنساك، لا وعليك الدمع مني يصب، لا انت كنت وسط الدار، لا انطفت وظلمت الدنيا علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جبر الله مصابكم، عظم الله أجوركم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. طبعا في حياة الإنسان في هذه الدنيا هناك علاقة بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، وهذه يجب على كل إنسان أن يعي ما هي هذه العلاقة. العلاقة مع الله تبارك وتعالى في كل كيان الإنسان، يعني علاقة مع الله عن طريق القلب، عن طريق الروح، عن طريق النفس، عن طريق اليد، عن طريق العين. كل جوارح الإنسان يجب أن تكون مرتبطة بالباري تبارك وتعالى. احنا نقرأ في قول القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإيمان والعلاقة مع الله ليس فقط في القلوب، وإنما في كل كيان الإنسان. كل جارحة عندما أنظر إلى النظرة المحرمة أعلم أن الله تبارك وتعالى يراقبني، إذن يجب أن تكون هناك علاقة بيني وبين الله في عيني. عندما أستمع بهذه الأذن مرة أسمع حلال ومرة أسمع حرام، يجب أن تكون العلاقة مع الله في طريق الحلال. كذلك الرجل عندما تمشي، واليد عندما تلمس وتعطي. إذن كل علاقة الإنسان مع الله في كل جوارح الجسم. هذا جانب. الجانب الثاني، القرآن الكريم ما يريد من عندنا، أو الله تبارك وتعالى يعني ما يريد عبادات فارغة، طقس جامد. الصلاة لها لسان، الصوم له لسان، الزكاة، كل العبادات، كل ما فرض الله تبارك وتعالى يريد من عندنا تجسيد على أرض الواقع. يعني أنا لما أقرأ بالقرآن الكريم عنوان الصلاة يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خلص هي هذه الصلاة المقولة عند الله تبارك وتعالى. أتخطر واحد يجي للإمام الصادق عليه السلام قال له: يا ابن رسول الله، أنا ما أدري صلاتي مقبولة أو لا، إذا ما مقبولة حتى أبطل، أو تعطيني فرد ضابطة كيف أن صلاتي مقبولة عند الله. قال له: بقدر ما نهتك عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة. إذن نحن المفروض أن نراقب نفسنا، بقدر ما نهتنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة عند الله تبارك وتعالى. أكو كثير من الناس يصلي صلاة وكأنه أحد المراجع يقول بالضبط قطار تخليه على السكة ورمون تتحرك يطلع قبل، ما يدري من دخل من طلع شنو حكي وين ولا ما يدري. هذه صلاة فقط إسقاط واجب، ما بها لا أجر ولا ثواب. فالقصد ونحن غير معصومين، ما نصل إلى حد العصمة، ولكن جهد إمكان الإنسان يحاول يربي نفسه في علاقته مع الله. ولعلمك أنه قضية الصلاة، أتذكر الشيخ لطيف الله يطول عمره مضمون الرواية والحديث، احنا كنا بالرابع ابتدائي، قال: علاقة الإنسان مع الله من ترك ركعة من الصلاة متعمدا فقد كفر. يعني علاقتك مع الله فقط بالصلاة، هي هذا اللي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. القصد أنه الصبغة اللي يريدها القرآن يريد اللون، هذا اللون أسود، هذا أبيض، هذا أصفر، مو هذا اللون اللي يريد القرآن الكريم. لا، يلفت أنظارنا إلى نظرة فكرية أخرى. اللون يعني مضمون محتوى صلاتي. عندما أصلي المفروض قلت لك صلاتي تنهاني عن الفحشاء والمنكر، يعني ما أنزل بالسوق وأنا مصلي وضابط صلاتي ما أغش، ما أرابي، ما أسرق، بكل شيء ما أسوي في كل ميادين حياتي. خلص هو هذا العنوان الأول والأخير اللي يريد الله سبحانه وتعالى.
وعليه كل العبادات، قلت لك كل العبادات ليس بطقس جامد، لها لسان يتحرك. احنا حتى نوصل الى فرد نتيجة، اولا الله جل وعلا خلانا نظام، خلانا عبادات، خلانا هدف نسير نحو ذلك الهدف. على سبيل المثال الكعبة المشرفة، في الكعبة بها حجر الإنسان يروح يقبل، هذا الحجر الأسود. ليش هسه؟ أمر من الله تبارك وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وآله تقبيل الحجر. وأكو حجر ثاني ما يتقبل ولا يقدس، هذا يرمونه اللي رايح للحج رايح للعمرة، هذا يمثل رمز الشيطان، ذاك رمز الله تبارك وتعالى، رمز العطف الإلهي والرحمة الإلهية، وهذا رمز النزوات والشهوات والملذات. ومرة لا والله حجر لا يضر ولا ينفع، هذا الحجر اللي ما يضر ولا ينفع شنو هو؟ تمثال الجند المجهول. في كل دولة من دول العالم تزور رؤساء الدول يجيبون اكليل مال زهور ومسير جنائزي وموسيقى حزينة الى ان يخلونه. هسه هذا الجندي انقتل على سبيل الحرية، الدفاع عن الوطن، عن الكرامة، عن الشرف، عبر ما شئت. هسه قد يكون غير مسلم، ديانته بوذية، يهودي، نصراني، ما الى ذلك، ولكن كعنوان انقتل بالحرب العالمية، هذا يدافع عن الحرية، هذا لا يضر ولا ينفع، مجرد رمز خلوه يمثل الحرية. حتى نوصل إلى نتيجة أن الله تبارك وتعالى خلانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه رمز للسير إلى الله تبارك وتعالى. طبعا كل أهل البيت طريق إلى الله، ولكن طريق الحسين أسرع، سفينته أسرع وأوسع للوصول إلى الباري تبارك وتعالى. الحسين صلوات الله وسلامه عليه ورد في مضمون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله لينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى زوار بيته الحرام. طيب شنو العلة في ذلك؟ نقرأ في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من زار ولد الحسين عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة يخطوها ألف حجة وألف عمرة. احنا نعرف الحج الواجب مرة واحدة، طيب هاي الألف مرة شنو؟ هذا مستحب. ليش؟ شنو العلة في ذلك؟ الله ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل لا ينظر زوار بيته في مكة المكرمة. العلة في ذلك لولا دم الحسين، لولا تضحية الحسين، لولا كل ما بذل الحسين صلوات الله وسلامه عليه لوجه الله تبارك وتعالى ما ضلت الكعبة ولا ضلت المدينة ولا بقى أي شيء اسمه شعار تربطنا بالله تبارك وتعالى. هذه التضحية من الحسين عليه السلام هي التي رسمت لنا الدين. ولا تقوى اعتقد كان راجع اللات والعزة والهبل وكل الأصنام على ظهر الكعبة، واليوم كل واحد من عندنا حاط له صنم ويعبده. هذا التضحية من سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى يرسم لنا خط سريع إلى الله تبارك وتعالى، اشتراه بدمه الطاهر. وألا ثق واعتقد في يوم هلاك يزيد الملعون، يعني أنت لما تقرأ تاريخ الحسين تعرف قصة بني أمية وتاريخ بني أمية. بيوم هلاكه كان المنجنيق مسلط على بيت الله الحرام، على الكعبة، هو حكم 3 سنين، أباح المدينة وهدم الكعبة وذبح المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله، وهذا يسمونه خليفة المسلمين. أتذكر احنا بال82 بالجيش بالشمال جابوا كتاب كراس صغير، عنوان الكتاب أمير المؤمنين يزيد بن معاوية المفترى عليه. أمير المؤمنين هواي كبيرة بحقه. طبعا هذا اللقب بس علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه اللي يتلقب به مضمون الرواية عن الصادق عليه السلام ابن زنا، ما ممكن. فالقصد هذا يزيد شي يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، يعني لا وحي ولا كل شيء ماكو. هذا يصير خليفة مسلمين، خليفة رسول الله، خليفة شيطان كبيرة بحقه. أبوه معاوية دخل المغيرة بن شعبة على معاوية يقول: شفته غضب كئيب. قلت له: ما بالك يا أبا يزيد؟ قال لي: لقد حكم فلان فلان، أبو بكر وعمر وعثمان، ومروا بالتاريخ وما حد يذكرهم ولا يصيحون عليهم بالمنائر مثل ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وآله. يقول له يوميا يصيحون بالأذان: أشهد أن محمد رسول الله 5 مرات. ذولي مروا وحكموا وفترة ما حد يذكرهم، فوالله سحقا سحقا وقتلا قتلا. هذا جد أبو سفيان جد يزيد شو يقول؟ بيش يحلف باللات والعزة والهبل، لا جنة ولا نار ولا معاد ولا مساءلة ولا كل شيء ماكو. طيب ذولي يحكمون الإسلام أو يجون يحكمون باسم الإسلام، والحسين صلوات الله وسلامه عليه يحكم إذن من هو الصحيح؟ أنا أتذكر قبل
يمكن 3 أيام 4 كان واحد يمدح بحكومة آل سعود، قال هو هذا الإسلام الأصيل. قلت له عمي أنت الظاهر يعني ما تاريخ الشيعة مثلا مذهب التشيع، وأنت المشكلة محسوب على الشيعة ومثقف وخريج وعندك شهادة شطولها وش عرضها. قلت له ترى الإسلام إسلامين، إسلام مزيف وإسلام أصيل. قال لي لا، أن الدين عند الله الإسلام. قلت له ما يخالف، هسه على ظاهر هاي الإسلام إسلامين. قلت له إسلام بني أمية وإسلام رسول الله، أنت ليش تتبع ذاك؟ المهم الظاهر هو قافل على القضية يعني. فقصدي هذا الإسلام المزيف ما يحكم صدق، حكموا باسم رسول الله، حكموا بس قتلوا رسول الله بقتل الحسين، قتلوا رسول الله، قتلوا أهل البيت كلهم عليهم، قتلوا الدين بقتل الحسين صلوات الله وسلامه. إذن الله لما ينظر إلى زوار الحسين حتى يبين من هي منزلة الحسين، كيف أن الحسين دخل في قلوب العالم. هسه تشوف كل سنة بالأربعينية تجي جنسيات ما شايفها من دول غريبة ما شايفها أساسا. يعني هذا منين اجي؟ اجي من الإعلام، جزاهم الله خير، الإعلام الشيعي غير الإعلام الشيعي. ولو سلطت الأضواء على طريق الحسين صلوات الله، والله ثق واعتقد ماكو واحد يظل في ضلال، مستحيل يعني. هو هذا طبعا البركة من الله تبارك وتعالى، هاي محبة الحسين. النبي مو يقول حسين مني وأنا من حسين؟ هو هذا. فإذا عندما قلت لك تعرف خسة بني أمية، تعرف من هي منزلة الحسين صلوات الله وسلم. بعد شوف أكو شبهة يثيرونها المؤرخين، دول أتباع بني أمية يقولون يزيد كان غير قابل بقتل الحسين. ما قابل بقتل الحسين؟ هسه احنا ما أقول لك نسلم مع الرواية أو الحكاية مالتهم، لا. إذا كان غير قابل بقتل الحسين، تدري أنت أطفال 2 للحسين انقتلوا في يوم الطف، واحد عمره 6 أشهر وواحد يوم واحد. هذا لا عنده سيف، لا عنده سلاح، لا رمح ولا كل شيء ماكو. ليش انقتل هذا؟ هاي وحدة. القضية الأخرى، لو كان غير قابل بقتل الحسين ليش سوى 3 أيام عيد بالشام؟ 3 أيام عيد شماتة بقتل الحسين، هذا غير قابل؟ إذا كان غير قابل بقتل الحسين ليش يجيب العائلة أسرى ويخليهم بخربة لا تقي لا من حر ولا من برد؟ إذا كان غير قابل لماذا يضرب ثنايا الحسين عليه السلام بالصوت؟ إذا كان غير قابل لماذا يعلق رأس الحسين في باب داره وفعل ما فعل في مدينة الشام؟ هذا كله غير قابل بقتل. تدري ليش؟ يقولون يزيد بالشام والحسين انقتل بكربلاء، قتل الشمر بأبو عبيد الله بن زياد، عمر بن سعد. لا، حتى ما يصير الحقد على حكومة، على نظام كامل، لأن هو كان يمثل الحكومة بزمنه، حتى يصير الحقد على شخص واحد. إذن هذه تعرية. بعد المنهال بن عمرو يقول دخلت على الإمام السجاد عليه السلام، قلت له سيدي يا ابن رسول الله كيف أصبحتم؟ يقول الإمام أخذ يبكي، قال لي منهال أصبحنا كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءنا، يقتلون أبناءنا ويستحيون نساءنا. أصبحنا أو أمسينا، أمسة العرب تفتخر على قريش بأن محمدا منها، وهذا قال له وأمسينا أسارى يطاف بنا من بلد إلى بلد. يقول بينما أنا أكلمه وإذا بصوت يصك مسامعي، إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا بقية الله؟ يقول عافني وراح. شفتها امرأة، سألت من هذه المرأة؟ قالوا لي هذه بطلة كربلاء، هذه زينب الكبرى، هذه قارعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. السؤال ليش الحسين جاب زينب؟ جاب الأطفال شنو ذنبهم؟ هو يجيب الرجال المقاتلين، هو يدري مو يدري بنفسه راح ينقتل في كربلاء؟ ليش جابهم؟ أولا الحسين مو غشيم، لا، الحسين عنده تاريخ، يعرف ماذا تفعل بني أمية، مثل ما فعلت بني العباس بآمنة بنت رشيد الهجري زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي، كان زوجها مطلوب للسلطة ومغيب وجهه، أخذوا زوجته ذبوه بالسجن. احنا ايام زمان دا ما تروح جيش الشعبي ياخذون اختك، ياخذون امك، ياخذون مرتك، دول نفس السياسه. هذا جابها من ذيك شو اسمه، من دول الملاعين. المهم تمكنت منه الشرطه، جابوه قطعوا راسه. معاويه خال المؤمنين كاتب الوحي الله يكرم، جاب الراس بيده، وقف بباب السجن، انطال واحد من جلاوسته قال له تروح ارميه في حجر زوجته حتى تعرف انه احنا ايدنا طويله، وين ما يروح نجيبه ونقتله. لو ان الحسين ترك زينب، ترك سكينه، ترك رقيه في ذلك الامكان والله لفعلوا مثل ما فعلوا. هذا نفس التاريخ، واحد ابن الثاني. فالحسين صلوات الله وسلامه، نحن مدانون الى المولى ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في كل حياتنا، في كل حركاتنا، في كل سكناتنا،
في كل أعمارنا مدانون إلى المولى أبي عبد الله وما نوفي الحسين عليه السلام باب إلى الله، مو نقول يا رحمة الله الواسعة. الحسين هي العنوان لرحمة الله تبارك وتعالى. الحسين المتوكل الملعون أكثر من 11 مرة أراد أن يضيع قبر المولى، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يبقى هذا القبر رمز لكل إنسان شريف، لكل إنسان يحب الحرية والاستقلال وضد الظلم والاستبداد وما إلى ذلك. المتوكل عنده جواري، عنده مغنيات، عنده قينيات، ومن حسن الحظ وحدة من جواريه الله قاذف في قلبها الرحمة، حب أهل البيت. هاي طبعا كل فترة تحكي لدن الجواري، تقولهن يابا ترى الحسين عليه السلام كذا، الحسين كذا، تحكي لهن المصائب اللي جرت عليه، فضائله، أخلاقه. شوي شوي جابتهن إلى الطريق. في ليلة 15 شعبان قالت لهن نروح للزيارة نزور الحسين. قال لنا لها احنا شنو المطلوب من عندنا؟ قالت لهن المطلوب الغسل والتوبة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، نروح نزور الحسين. طلعا راحن افتقدهن هذا الملعون المتوكل، دور وين فلانة وين فلانة، قال له الأمان إلى أن ودع له واحد لقوهن يبكن على ضريح الحسين عليه السلام. لما رجع جابهن طبعا أودعهن في السجن وأخذ يضربهن بالصوت، يضربهن وهن يصيحن يا أبا عبد الله يا حسين إلى أن متن تحت التعذيب. هذا باب التوبة مفتوح عند الله تبارك وتعالى. تبنى ومتن على حب المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبقي قبر الحسين عليه السلام شامخا. الزائر لما يروح، احنا شايفين اللي يروح مشي ويتعب، طبعا ما اتصور تعب للحسين، مو تعب بس من ترجع تحس تعب. انت رايح الى هدف، رايح الى فرد رمز، رايح الى طريق جنة، يعني مو طريق دنيا. ما تحس بنفسك بالدنيا من تشوف القبة من بعيد بدك تركض توصل الى قبر الحسين. احد المراجع يقول يستحب التباطؤ في الخطى عندما تصل قريب من الحسين عليه السلام في كل الزيارات إلا في الأربعين. ليش؟ يقول لأن بالأربعين تواسي زينب، تواسي زين العابدين. زينب كم يوم ما شايفة الحسين؟ 40 يوم، لأنه من قتل الحسين الإمام السجاد دفن، شاف الجثث، شافهم وطلع. زينب بقت هاي حسرة في قلبها صلوات الله والله العظيم. شوف أنا أتذكر رحت ويا مجموعة من منطقتنا أيام زمان، يعني عندهم أبوهم متوفي، هم الله يستر عليهم يمكن 6 ولد 7. قلت لهم يابا أنا ما أقدر أروح، أنتم وياكم نساء وزوجاتكم وأنا بالنسبة لي صحيح تعرفوني بس أنا أجنبي على النساء. قالوا لا أنت تروح وأنا ما أريد منك شيء، بس تنعينا على القبر اللي بيها موضوع شاهد. المهم رحنا منشئة كاملة. ثق أول ما دخلنا بالفتحة اللي مدفون بها أبوهم، تدري ايش صار بهم؟ الله والله تذكرت قلت لك مصيبة زينب وأهل البيت عليهم السلام لما اجوا أسارة وجابوهم آخر شيء اجوا للقبور، بس طبت السيارة بالفتحة ظل يركضون بداخل السيارة، يعني راد يدبون نفسهم من الباب. قال لأخوي هناك أبوي مدفون، وظل يدقون يبكون. فالمجتهد هذا العالم يقول يستحب أنه تستعجل بالخطى، تركض. ليش؟ تواسي زينب صلوات الله وسلامه عليها. تدري أنت لما جابهم الدليل وصلوا مفترق طرق، الإمام زين العابدين عليه السلام بالروحة بالعسر كانت زينب الطببة، بس لكن من رجعوا زينب روحي فداها تعبانة تصلي صلاتها من جلوس. اللي يقولها الإمام زين العابدين عم زينب أنت البطلة، أنت الشجاعة، أنت كذا، ليش تصلين من جلوس؟ قالت عم لا تلمني فأن مصرع أبيك الحسين هو الذي هد قواي. فهي بالطريق الإمام زين العابدين وخلي عينه عليها إلى أن وصلوا. قال له الدليل هذا الطريق وين يودي بينا؟ قال له هذا للمدينة وهذا للدليل يميل بينا الوادي كربلاء يمر الضعين. اي والله الوادي كربلاء يمر الضعين، اشوف قبر اخوي حسين ويانا. يقولون بالرواية زينب شافت معالم القبور، رمت بنفسها من على ظهر الناقة، اجت تركض اخذت تشم تراب القبر، تشم تراب القبر،
والقلب مفعم بحزن وآلام لمن ضمه القبر تنادي أخاي ابن أمي ووالدي أضر بنا من بعد فقدكم الأسر قل لأخويا كنت غايبة واليوم رديت خويا والكربلة ليكم تعنيت لقيت ابن اخوتي فارغ البيت اج قد ظلوا 3 ايام. اجا زين العابدين امسك زينب من كتفها قال عم قومي. قالت له وين اروح؟ قال الى المدينه. قالت له ومن ذا بقي لي بالمدينه؟ خليني اموت هنا يم قبر الحسين يم قبر العباس ما اروح للمدينه. الناس قالوا له يا ابن رسول الله خلي يشبعن بواجي خليهن ما يحقن يتشبعن من اولادهن من هاي عمها هاي ابوها هاي اخوها. قال انكم لا تسمعون ما اسمع ولا ترون ما ارى. قالوا له شنو تشوف؟ قال شوف زينب والله تشم حسين نوبه ونوب راح تشم عباس يمه وتدق راح تقول لاخويا جفوفك يا اخويا جفوفك الطيبات راحايات البين ترفع الراية عليه. قالت له خل اروح بعد ازور قبر العباس. قعدت يم قبر العباس تقول له قل له خليني يم قبر نوحا انا للبيت بعد لمن اروحا. خويا يسمعني بلجن من نوحان اي والله يسمعني بلجن يا نوحان. انا من رصدكم دقائق لان هاي 40 متوفى وصار له شهر و10 ايام ما شايفينه. خويا الشهر مر 10 ايام ما جيت. شهر مر 10 ايام ما جيت. شنو العطلك يا حلو الرسوم ويا كل مرة تغيب وترد يا هلال. ايش عجب هالمرة هاي الغيبة للدايم. يعين الباري قلبي للجرى وصاير ويا على غفلة رحيت والقلب ملجوم. يا هلال الخديت وياك العياد انا ما عيد خلافك والحزن دوم. خويا عن حالة احبابك شرد حاجيك عن حالة اخوانك شرد حاجيك. ابو قلب مهضوم لسه بسود الهدوم. يقولون ايش عجب ما مر ولو طيف الكسر لظهورنا وما نقدر نقوم. شهر واحد تصوم وتفطر الناس وعليك اقضي العمر. خويا كل العمر صوم انا مرباي كل يوم بسنة فرقاك. مرباي 40 والعمر والزاد. مرباي اللي حبك بويا هذا اليوم مربية مرباي واسيني على فقدك يا الشفيع. 40 شهر خلصوا 10 و40 اخونا كانت تربعين و40 بأمل راحة البهجة. وربيعنا 40 من جنة ويا والدنا سوية. هذا البيت الأخير مواساة الأبو
اقل له وانا وياك ابو وسام حيل نحب، ابو وسام حيل اصرخ وانا وياك على وليدك واريد اشبع، وين وياك وانا وياك علي يا اخويا بميلك، وانا وياك الحزن نص عليك ونص علي. ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين. إلهي وربي وسيدي ومولاي، نسألك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبكلماتك التامات وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم تقبل أعمالنا، اغفر اللهم ذنوبنا، شافي مرضانا، لا سيما المعينين بحق الحسين الوجيه عندك يا الله. إلى شرف النبي والأمة الميامين، أرواح المؤمنين والمؤمنات، العلماء والشهداء والسادات، موتانا جميعا السامعين الحاضرين، وبالخصوص إلى روح من اجتمعنا لأجله بالرحمة والجنة والمغفرة والرضوان. رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.